برضو وانت مسافر بقدر الامكان اقفل الشبابيك بتاعت العربيه، لان العربيه لما بالذات في طرق السفر وانت على سرعات هتلاقي العربيه تتملي هواء. لو انت فاتح الشبابيك هتعمل معاك مقاومه، هتستهلك معاك بنزين. وانت جوه المدينه حاول بقدر الامكان فعلا مع حركه المدينه والزحام، التكييف هنا هيزود في استهلاك البنزين، فعلا ممكن يزود نسبه استهلاك من 10 ل 30%. ولو الجو لطيف بقدر الامكان ما تستخدمش تكييف قوي في العربيه، لان التكييف فعلا بيزود نسبه الاستهلاك من 10 ل 30%. ساعات بيكون نسبه الاستهلاك او اقل الضررين وانت على طريق سفر تفتح شباك ولا تفتح التكييف، لا بيبقى فاتح التكييف افضل، لانه في السفر هتلاقي نسبه استهلاك البنزين او زياده في استهلاك البنزين 3% وانت فاتح التكييف على طريق سفر. بقدر الامكان برضو حاول انك تتجنب الطرق الرمليه او الطينيه او الطرق الوعره اللي بدورها انها بتستهلك معاك بنزين، لانك بتبقى العربيه مش ماشيه بسرعه منتظمه. لو انت مسافر حاول في القياده بتاعتك تتجنب ان انت تكون ماشي ضد الهواء. يعني على سبيل المثال لو انت مثلا مسافر اسكندريه، انا دايما اخد اسكندريه كمقياس يعني، لان فعلا هي اللي بحس بيها قوي الموضوع ده. هتلاقي الهواء في وشك، حتى بيسموها هيد ويند. حاول بقدر الامكان ان انت تحافظ على سرعه ثابته، ما تقعدش بقى كل شويه تقلل وتزود في السرعه، لان العربيه هتستهلك، لان في مقاومه ضد الهواء، انت ماشي عكس اتجاه الهواء، فبالتالي العربيه هتستهلك معاك بنزين. فبقدر الامكان حاول ان انت تثبت السرعه على سرعه ثابته، وطبعا من الافضل انك تشغل مثبت السرعه. وانت راجع بقى اللي انت فقدته وانت رايح هتعوض كتير في فقد البنزين.